ماشي حيتاش حنايا محيدنا السكر او لا قطعنا السكر صافي ما ناكلوش الحلاوه. اليوم غادي نصايب معكم الحلاوه الطبيعيه بدون اي سكر. كنعتذر على الصوت ديالي ضربني البرد. دايما معايا بالشفاء. غادي نحتاجوا اوراق ستيفيا. الطعم ديالها والرائحه ديالها الا كليتوها خضره بحال كتاكلوا الماكله ديال الحواله. وبعض المتابعين حتى الام ديالي فاش صايبت معكم مخفف وجربوه لقاو فيه واحد الطعم شويه ديال العرقسوس. اليوم غادي نصايبوا المركز جدا ما فيه حتى شي طعم، واكدت لي عليه الام ديالي. كنتمنى يعجبكم. غادي نحتاجوا اوراق ستيفيا والماء الساخن. بالنسبه للكميه، اي كميه درتو اوراق ستيفيا الماء يكون الدوبل ديالها. انا هنا استعملت 2 اكواب اوراق ستيفيا، درت فيهم 4 الاكواب ديال الماء الساخن يكون مفلتر اولا معدني ما يكونش غليان. غادي نكبوه فيه ونخليه 30 ثانيه يعني نص دقيقه ما نفوتوهاش باش ما تخرجش الحلاوه منه، يخرج الطعم ديال المراره والطعم ديال الحواله والطعم اللي ما زوينش. ونصفيوها وهذاك الماء نرميوه ما نبقاوش نعاودو نديروه. ونعاودو مره واحده اخرى نكبوا الماء 4 الاكواب لانني انا درت 2 اكواب ديال ستيفيا. نديروه في الثلاجه حتى ليله كامله يبات كيطلق الحلاوه ديالو. والصباح نديروه على نار عاليه جدا كيغلي، ولكن ملي يقرب يسالي حضيو معاه لا يتحرق، خليه ينقص حيد الماء ولكن ما يتحرقش، يولي مركز جدا 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 بدون ما يتحرق. هنا بقات لينا غير الحلاوه مركزه جدا. كنتمنى تصيفطوه للناس اللي ممنوع عليهم السكر، لان الثمن ديالو غالي جدا الا بغاو يشريوه الدوام هذا ماشي مره ولا جوج.